بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده تاني يوم العيد، هنعمل غدا النهارده. بقى اختي جايه عندنا النهارده، فقلنا ندلع نفسنا بقى ونعمل احلى صينيه زي اللي انتم شايفينها دي. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. يلا نبتدي الفيديو بقى ونشوف عملنا ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على كمال الله وبما يليق بكمال الله. اول حاجه معانا اللحمه، غسلينها وشاطفينها كده ومشاهدينها، وهنبتدي نحطها بقى كده نشوحها معانا على البوتاجاز. بسم الله ما شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه. هنحط اللحمه بقى كده نشوحها مع بعض لغايه ما تصفي ميتها كده وميتها تنشف ولونها يتغير، ونبتدي نحط البهارات بتاعتنا. يلا يا جماعه، اللايك بتاعنا ما تنساهوش، واللي اول مره بيتابعني يا ريت يتابعني ويحط لي شير كده لاصحابه، واحلى كومنت كده ودعوه منكم. يلا نبتدي بقى نحمر اللحمه كده، نشوح اللحمه يا ربي. وبعد ما لونها ما يتغير كده وميتها تنشف، هنبتدي نحط مع بعض بهاراتنا. قلبي كده من فوق لتحت، ما تخليش واحده ما تتشوحش معاكي، قطعه ما تتشوحش معاكي. التشويح ده يا جماعه بيخلي يعني بيعتبر نص السوا. يعني مع بعض هنحط بصله، ورق لورا، فلفل اسمر، بهارات محوجه. ويلا لازم نحط ميه مغليه، نسقي اللحمه دي بميه مغليه. لو حطيتها ميه من الحنفيه كده عادي هتشد معاكي وتغيب معاكي في السوا. لازم تكون ميه سخنه كده مسخناها وبتغلي. يلا هنسقي اللحمه كده، وتو مع اما نغطي عليها، وتو ما تغلي معاكي غلوتين اتنين وتقلب معاكي، هدي عليها هتستوي معاكي بكل سهوله ومش هتاخد معاكي وقت. غلوتين اتنين وبعدين هدي عليها كده وسيبها بقى على نار هاديه، مش هتاخد معانا وقت. هنغطي بقى عليها كده ونسيبها مع بعض. يلا مع بعض بقى نعمل ايه تسبيكة المحشي. معايا قطعة من اللية مقطعينها مع بعض مع معلقتين من الزيت. انا عندي الصلصة يا جماعة والتقلية جاهزة، انا كنت عاملاها جاهزة، فهاخد منها واحطها على طول. يلا مع بعض هناخد الكمية اللي احنا عايزينها. انا كنت عاملة الصلصة دي جاهزة وعيناها، هناخد منها كده الكمية اللي احنا عايزينها. وطبعا حطينا معلقة من هريسة الشطة. هنحط بهاراتنا، كمون محوج، فلفل اسمر، حابين تحطوا شطة عادي، انا حاطه هرسة شطة. وبعد ما تتسبك تاخد غلوة والتانية كده، هنبتدي معانا الرز نحطه غسلين ومشاهدين. انا بحب اشاهد كل حاجة يا جماعة، اي اكل انا بعمله بحب اشاهد. هنقلب بقى كده ونشوح الرز. تشويحة الرز دي في المحشي ان كان كرنب ان كان محشي مشكل بتخلي المحشي يطلع زي الفل مفرفر كده وحباية من حباية، وتخليه مستوي زي الفل. يلا هننقله في حاجة بقى تانية عشان يهدى معانا، ونحط الخضرة بتاعتنا ونقلب. هنقلب كده، وهناخد بقى نجيب بولة تانية ناخد منها كمية برضو من الرز من الخلطة دي. وطبعا مقطعين معانا قطعة ليا صغيرة. معايا ممبار انا غسلاه ومشاهداه، شايفين يا جماعة ابيض وزي الفل قشطة. يلا مع بعض بقى تشوفوا انا بعبي الممبار ازاي بكل سهولة. وطبعا الممبار ما بيتمليش قوي، عشان لو اتملى قوي ممكن يفرقع مننا ويبقى منظر مش حلو. هنعبيه كده بكل سهولة ونفرد الرز كده في قلبه، وانا هوريكم ازاي انا فرداه. شايفين يا جماعة؟ بطاطيه كده ما يكونش مليان. معايا طبعا مية مغلية، هنحط فيها بصلة، كمون محوج، ورق لورا، كبابة صيني. ونبتدي تو ما يغلي المية كده والشوربة دي، هنروح نازلين بالممبار بتاعنا. تو ما تحطيه انت هيقفش على الرز على طول. يلا نبتدي بقى نحشي المحشي المشكل بتاعنا. معايا فلفل، معايا كوسة،
معايا بدنجان. هتعبي المحشي كده، هيبقى تلتين ان كان فلفل، ان كان بدنجان، ان كان كوسه، يبقى تلتين الصباع. وطبعا تمسحي كده الصباع من الرز، ما تخليش اي رز عليه. احنا بنعمله تلتين يا جماعه عشان ندي مساحه للرز اللي هو يستوي، يطلع مستوي من جوه، ما يبقاش مكبوس كده وطلع والرز بتاعه ينطر بره. وطبعا في لما تسقي المحشي ما تملهوه، ما يعني ايه، ما تزوديش العقد قوي. العقد لما بيزيد قوي هو اللي بيخلي الرز ينطر بره. معايا كوسه بقى اهوت. يلا الممبار بتاعنا استوى، شايفين يا جماعه؟ زي الفل. لا رزايه طلعت بره ولا طرقع مننا ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله. الشوربه بتاعته ما فيهاش رزايه واقعه. شايفين؟ احنا هنطلعه بقى نطلعه بقى على جنب ونسيبه يهدى كده، وبعدين نقطعه ونحمره معانا واحنا بنحمر اللحمه. هنشيله من الشوربه بقى كده ونركنه على جنب لغايه ما يهدى ونقطعه. في ناس بتقطعه صوابع قبل ما تحشيه، ده سهل جدا وافضل. انا مره عملتها كده ومره كده. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. لا تخين ولا مطرقع ولا رزايه بره، والشوربه بتاعته زي الفل، مفيش الا البصل والبهارات. هنركنه على جنب بقى كده يهدى معانا. وطبعا احنا سايبين الرز بيستوي، المحشي بيستوي. هوريكم برضو المحشي استوى اهو معانا. شايفين يا جماعه؟ مفيش رزايه طلعت بره. والمحشي بتاعنا نضيف ازاي، لاننا ببقى منضفاه وانا جايه ايه احط. الصينيه بتاعتنا بقى النهارده اهي، احلى غدا لاحلى تاني يوم في العيد. بسم الله ما شاء الله. قلنا ندلع نفسنا النهارده. اختي جايه عندنا هتتغدى معانا، وده غدا النهارده بتاع تاني يوم. اقول لكم دمتم بخير وتفضلوا معايا، وكل سنه وانتم طيبين.